اليوم غنهضروا على واحد من بين اخطر التهديدات اللي غتعيشها المملكه المغربيه في العصر الحالي. مخدر البوفا مدمر الاجيال الصاعده داخل هذا العالم مفقود والخارج منه مولود. العلاج من الادمان ديالو شي حاجه اللي هي شبه مستحيله. بدا كيغزو المغرب بواحد الطريقه اللي هي رهيبه. فين ظهر هذا المخدر وكيفاش وعلاش تنتشر في المغرب، وشنا هما المجهودات المبذوله من طرف الدوله لمحاربه انتشار هذا المخدر. تبعوا معنا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا الصغيره والكبيره على مخدر البوفا. البلد كاين راسو خرج من القرار كيمشي للميريو عند صاحبو التمساح اللي كاين في التون ديال لاكوز اللي خديته البارح كاملين تعرفوش دير صوراج والتنين يطلع منهم الدخان. واش مرتك شديها للبزناج باش دير البوفا؟ مرت اخويا دمرت صافي، لا والدين لا ولاد لا حتى شي حاجه ما بقات عندي، وكل شيء بسبب الادمانات. لي انا سببي في البليه سبب غير الدريه بنت فهمتي. دابا كاينه بزاف هاد البوفا هادي ولا كلشي كيبيع. كدير لي الغم، كدير لي الحزن، كدير لي الاكتئاب، كيولي باغي ينتحر، كيولي خاصها دابا البوفا. عاد السلخه 30 جيو لها في الليل وتفرجوا في الدريات ضياع لا نوفيل جينيراسيون ما غطلعش. معكم هشام الحيان، صحفي وصانع محتوى. الا كنتو كتشاهدوني على الفيسبوك ما عليكم غير ديروا متابعه على الباج وبارطاجيو الفيديو، والا كنتو كتشوفوني في يوتيوب اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم اي جديد. في التسعينات من القرن الماضي الكوكايين كان هو الباز ديال المخدرات في الميريكان، وإلا ما كنتيش ملعق ديال بصح فراه صعيب عليك تقداه، وكان كيتسمى بمخدر الاغنياء نظرا للثمن الباهظ ديالو. وفي اطار الانصاف والعداله الاجتماعيه بين الاغنياء والفقراء، تجار المخدرات قالوا اجي نخترعوا شي كوكايين ديال الفقراء اللي يكون بطبيعه الحال بثمن رخيص، باش هكا حتى الفقراء يكون عندهم كوكايين ديالهم. الشيء اللي خلى البزنازه يخدموا الماده الرماديه ديالهم ويفكروا في طريقه الصنع. في عام 1986 في الميريكان البزنازه كيبدعوا وابتكروا للعالم مخدر اللي كيتكون من البقايا ديال الكوكايين اللي كيتسمى عندنا حنايا بالدارجه المغربيه الشياطه او الزبيله، بالاضافه لبعض المواد الكيماويه الاخرى. وهذه التركيبه عطاتنا واحد من بين اخطر المخدرات اللي دازوا في تاريخ كوكب الارض، الا وهو مخدر البوفا. كوكايين الفقراء، مدمر الشباب ومهلوس العقول. كيتم الاستعمال ديالو بثلاثه ديال الطرق، اما عن طريق التحويل ديالو لسائل وكيدقوه في لحمهم، اولا كيتم التفتيت ديالو وكيشموه، اولا كيبخروه في العافيه وكيتكيفوه. وهذه هي الطريقه اللي شايعه بزاف بين المدمنين. وفي قل من ربع ساعه كيدخل المستهلك ديال البوفا في واحد العالم ديال الهلوسه والوساوس، بحيث كيتم فرز كميات كبيره من ماده الدوبامين في المخ ديال المستهلك، الشيء اللي كيخليه يحس بواحد السعاده اللي هي كبيره في الاول، وتيدخل في واحد الحاله ديال جنون العظمه، اي انه تيتخيل راسو انه قادر يدير كل شيء وكيحس بواحد القوه رهيبه، ولكن هو في الحقيقه ما تيقدر يدير والو. الشيء اللي يخليه انه يدخل في اضطرابات نفسيه اللي هي قاصحه بزاف. وهنا تيبدا المدمن يضرب في لحمه بالمضى ويقدر يؤدي بها هادشي لا قدر الله للانتحار. عندك يا اخي الكريم يقول لك دماغك شي نهار انك تجرب مخدر البوفا بداعي الاستكشاف والفضول، حيت هذه وحده من بين اخطر المميزات ديالو، انه تقدر تبلا به من التجربه الاولى. وفي هاد الشهور الاخرين مخدر البوفا دخل المغرب وبدا كينتشر بواحد الطريقه اللي الصراحه كتخلع، وذلك بسبب الثمن الرخيص ديالو اللي كيتراوح ما بين 50 حتى 60 درهم للغرام الواحد. وكتعتبر كازا هي المدينه الاكثر انتشارا لهذا المخدر فيها، وكلنا شفنا الفيديوهات اللي كتجول في مواقع التواصل الاجتماعي من قلب الاحياء الشعبيه ديال كازا، ديال دراري ودريات اللي حياتهم ضاعت بسبب البوفا، اشخاص تخسر لهم وجههم بسبب البوفا، والبنت اللي ترسات من يديها بسبب البوفا، والقادم أكفس. ومن بين الإجراءات اللي اتخذتهم الدولة لتصدير هذا المخدر هو التجريم ديالو باعتباره من الممنوعات، والاتجار فيه كيعرض مولاه للعقوبة الحبسية، بالإضافة لبعض الحملات التمشيطية اللي كيقوم بها الأمن الوطني في بعض الأحياء الشعبية للبحث عن تجار هذا السم هذا. وهذه رسالة أخيرة من عندي لتجار مخدر البوفا،
اتقوا الله في أبناء هذا الوطن. بركة عليهم البطالة والأوضاع المزرية اللي تعيشوا. ما تزيدوهمش هذا السم اللي غادي يقدرهم على الأحلام ديالهم وعلى حياتهم بصفة نهائية. كنتمنى صادقا فتح التحقيق في هذا الأمر من طرف المديرية العامة للأمن الوطني اللي كيترأسها السيد عبد اللطيف الحموشي، اللي عندنا فيهم كامل الثقة صراحة لمكافحة هذا المخدر اللي غادي يدمر الجيل الصاعد. وما تنسوش نتوما انكم تعطيونا الرأي ديالكم في التعليقات بخصوص هذا الموضوع وبارطاجيو الفيديو. كان معكم هشام الحيان، نشوفكم في فيديو جديد في القريب العاجل ان شاء الله. تهلاو.